هل الاهلي قادر على تحقيق مفاجأة في نصف نهائي كاس العالم للأندية والفوز على ريال مدريد؟ اما الواقع والورقة والقلم هيكونوا ليهم رأي تاني. قبل ما ابدأ الحلقة انا عايز اعمل تعظيم سلام لجيش الهستيري، والهستيري تحديدا اخويا وصاحبي وعشرة عمري، واكلين مع بعض عيش وملح. ان الراجل ده وقف معايا ومفيش حد يقف مع حد في نفس المجال، او يحاول اللي هو يخلي الناس بتوعه اللي هم اصحابه واخواته اللي معاه في القناة يروحوا يدعموا واحد لسه طالع في مجاله وبيبدأ جديد. عمرها ما حصلت، لان الهستيري محترم طالع من بيت ناس محترمة. فالإنسان ده ليه معزة في قلبي، ربنا يعني هو العالم بيها. فأنا حابب أشكره وأشكركم اللي انتوا جيتوا من عند الهستيري، وده طبعا يعني شرف ليا كبير، وحاجة هفضل حاططها في دماغي وعلى راسي طول العمر. الأهلي يا باشا صاحي من النوم كده قالك بقول لك إيه؟ نعم هتعمل إيه؟ باشا أنا جاي أحقق بقى إنجازات. بقول لك ايه، الدنيا كاس العالم للانديه انا داخل فيه كده بقلبي بقى وبصدري وبكل حاجه. النادي الاهلي حصل على 3 ميداليات من اصل 6 حصلوا عليهم العرب، يعني في 6 كده ميداليات الاهلي ذات نفسه حصل على 3. انت متخيل؟ والخامس مره الاهلي يتاهل فيه ان هو يلعب بدور نصف النهائي في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي سجل 20 هدف ليصبح في المركز الرابع خلفا لريال مدريد اللي سجل 31 هدف، ومونتير المكسيكي اللي سجل 25 هدف، وبرشلونة اللي سجلت 23 هدف. وانا سجلت 5 اهداف والله في الحلم كده، كنت بحلم كده وانا نايم. اصبح الشناوي اكثر حراس المرمى اللي حافظوا على شباك مرماهم، وطبعا تخطى علي لطفي والحضري. تساوى حسين الشحات صاحب مصنع الغزل والنسيج مع ميسي وكريستيانو رونالدو وبيل في اللي هو اكتر لاعب سجل في 3 نسخ مختلفة في كاس العالم للأندية. مبدئيا كده يا باشا، اول ما الجماهير الاهلي عرفت ليه هتواجه ريال مدريد جمعوا بعض كده وقعدوا في حوش كبير. مبدئيا كده رجاله كل واحد يكشف راسه، يلا ندعي يا رب اصابات لنادي ريال مدريد، يا رب كل اللعيبه تتصاب، يا رب يلعبوا بلاعب واحد بس. وده اصفر ان في 7 غيابات او 6 غيابات من فريق ريال مدريد، وهما خد عندك بقى مندي وفاسكيز وهازارد وكريم بنزيما وميلتياو، واحتمال كورتوا بنسبة 90% مش هيشارك. بصوا هقول لكم على حاجة، هو الماتش صعب. يعني انا الماتش صعب، الماتش صعب. يعني جماهير الاهلي ما تحطش امل كبير قوي ان هي ممكن تكسب، مع ان اللي هي تقدر. يعني برضو ما فيش حاجه اسمها مستحيله، يعني الصعب في صعب لكن المستحيل انت قادر عليه. وكمان الاهلي قدر ان هو يحقق انجازات كتير جدا يعني. فالموضوع صعب جدا. نيجي هنا بقى لمرحله التشكيل. انا شايف ان التشكيل المتوقع هو نفس التشكيل بتاع ماتش اوكلاند سيتي، اللي هو علي معلول ومحمد هاني ومتولي، وعندك كمان محمد عبد المنعم، وعندك في خط النص ديانج وحمدي فتحي والسولية، و3 حسين الشحات ومحمد شريف واحمد عبد القادر، مع ان ممكن يبدل حسين الشحات وينزل مثلا بيرسيتاو. وانا شايف ان هو ممكن يبقى فيه مفاجأة بكرة. فهل انت عشان هتبقى خايف على الماتش هتزود مثلا تحط مروان عطية؟ بس هنا نرجع لموسيماني مع بايرن ميونخ. موسيماني مع بايرن ميونخ هو كان حريص بشكل مبالغ فيه قوي. الاهلي كان بيدافع فقط لا غير. النتيجه طلعت على الضيق و2-0، وفيهم تقريبا كان فيها هيبقى في جون تالت، بس يعني الموضوع انا شايف ان الدفاع الحريص ده ممكن يخليك ان انت ما تكسبش وتخسر. فانا شايف ان انت عشان فكره ان انت طبعا قدام ريال مدريد ولازم تمسك كوره، بس هنا امسك كوره، خلي الكرة هي اللي تلعب. يعني انت خلي الكرة هي اللي تتحرك وهي اللي تروح، مع تقارب الخطوط مع التمركز الصح، وده لازم يبقى فيه تركيز مليار في المية. توقعاتي للنتيجة، انا مش هتوقع ان انا كراجل زملكاوي، لا انا اتوقع ان انا كراجل مصري عادي جدا طبعا. يعني اتمنى الفوز للاهلي والجماهيره. آه معلش سامحوني، سامحوني. انا شايف النتيجة هتروح في سكة 3 او 2 لريال مدريد. يعني اتمنى ان الاهلي يكسب، دي حاجة تحسب للاهلي والجماهير، بس دي توقعات يا جماعة. يعني محدش يزعل مني، محدش يزعل مني، انا اسف. انا طب اقول لك على حاجة، الاهلي يا باشا هيكسب 4 3 2 ونص.
ها، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ما تنساش اللايك، الشير، سبسكرايب، كومنتات كده يعني. خد دي. صباح الفل.